الجو حر والطفل لازم يشرب ميه. تلاقي الام بقى عندها عيل شهرين ولا 3 وتقول لك يا دكتور الجو حر لازم اشربه ميه. يا ست الكل، اللبن اللي الطفل بيرضعه 90% من تكوينه ميه، فهو مش محروم من الميه. اللبن بالنسبه له فيه كل الغذاء وفيه كل السوائل اللي هو محتاج لها. فبلاش ان انت تدخلي له ميه قبل ما ندخل له الاكل. وزي ما قلنا قبل كده، دخول الاكل بيكون من بعد الرابع للسادس في الفتره دي. الرسمي المفروض عند السادس، يعني مجازا بقى من الرابع للسادس، بس بشروط ان الطفل يكون بيصلب راسه، ان الطفل يكون مقبل على الاكل، ان الطفل يكون وزنه كبر ودخل في ال6 كيلو فيما فوق. في شروط معينه عشان ادخل الاكل. لو دخلنا اكل بعد كل وجبه الطفل بيشرب بق ميه وخلاص. انما ما فيش حاجه اسمها اصله عنده شهر ولا شهرين والجو حر قوي يا دكتور. الجو حر شغلوا له تكييف، شغلوا له مروحه، رضعيه، هو ده المطلوب. غير كده بلاش ان احنا نعمل حاجات غلط.